الفلاحين كانوا بيقولوا ان العلامة اللي بتوضح ان الكاممبر اكتمل الصنع وبقى صالح للاكل ان لازم تفوح منه رائحة الجوارب الغير مغسولة. مش بس المركز الفرنسي للبحث العلمي اللي ما كانش عاجبه الوضع ده كمان نقابة صناع الجبنة في نورماندي اصدرت بيان بتهيب فيه بالمواطن الفرنسي انه يشجع صناعة بلده بعد ما تراجعت مبيعات جبنة الكاممبر في عام 21 لصالح مين بقى؟ الموتزاريلا الإيطالية. دي بقى جت على الجرح بين فرنسا وإيطاليا ما صنع لحدات في موضوع الجبن ده. حرب مين فيهم يتربع على عرش الجبنة؟ ما إيطاليا برضو مش شوية، ما دي اللي عملت لنا الموتزاريلا السايحة اللي بتمط، وعملت لنا الريكوتا، وعملت لنا البارميجان. لكن إيطاليا ليها سياسة مختلفة تماما عن فرنسا في بيزنس الجبنة. هي مش لازم تغرق السوق ب1000 نوع جبنة، لا، بس هي بتلعب على الكيف مش الكم، الجودة اللي فرنسا بتقول انها مهددة انها تفقدها. بينما مثلا في ايطاليا جبنة البارميزان لا تزال بتصنع في شمال ايطاليا في منطقة محددة من ابقار بتتغذى على اعشاب فقط، ممنوع ان هي تاكل اعلاف مصنعة. كمان الفلاحين لسه بيقلبوا مكونات الجبنة يدويا بايديهم من غير مكن، والجبنة نفسها بتتختم بختم دولي بارميجانو ريجانو، واي قرص جبنة معلهوش الختم ده هو مش بارميزان اصلي ومش هيتباع بسعر البارميزان الاصلي، واي حد يخالف هذه القواعد يتشطب فورا من اتحاد البارميجان. لكن الضربه القاضيه اللي وجعت ايطاليا قوي في حرب الاجبان اصابتها سنه 1962 لما صدر قانون بيمنع بيع جبنه كازو مارزو ووصفها على ان هي غذاء قاتل. جبنه كازو مارزو بتصنع في جزيره سردينيا الايطاليه. سكان هذه الجزيره بياخدوا حليب الماعز ويصنعوه لجبنه، لحد كده مفيش مشكله. لكن المشكله بقى ان هم بيسيبوا الجبنه دي مكشوفة لحد ما يتلم عليها الدبان، بالتحديد نوع معين اسمه ذبابة الجبنة، وتحط بيضها في شقوق الجبنة ويفقس ويتحول ليرقات بتتخلل الجبنة وبتتغذى على بروتيناتها وبتحولها من صورة صلبة لصورة معجون ببيض الذباب. الإيطاليين اعترضوا، قالوا بعدين انتوا كده هتشمتوا فينا الفرنساويين، يعني فطر ريكفورد اوكي وريحة الشرابات في الكاممبير تمام، واحنا بقى اللي جت علينا؟ طب ما عندكم المصريين اهو بياكلوا المشة بدود وما حصلهمش اي حاجة. وسط الحرب الضروس دي كلها بتتسلل دولة لم تكن في الحسبان وبتخطف من فرنسا وإيطاليا لقب صاحبة أغلى نوع جبنة في العالم، وهي ويا للعجب صربيا اللي بتصنع أغلى نوع جبنة في العالم، وهي جبنة بولي اللي سعر الكيلو فيها بيوصل ل 1500 يورو، يعني سعر الجرام 150 يورو. وبكده يبقى جرام جبنة بولي قد سعر جرام الدهب في مصر مرتين ثلاثة. يا ترى بقى مين الجندي المجهول اللي ورا جبنة بولي؟ دبانة ولا دودة ولا فطر ولا بكتيريا؟ ولا واحد من دول. هو حيوان ومستضعف برضه، واحنا برضه بنضربه بس مش بالشبشب، بالخرزانه. الحمار. ايوه انت سمعت صح، جبنه بولي بتتصنع من لبن الحمير، وفصيله معينه صربيا خايفه عليها قوي لان مش فاضل منها غير 300 حمار وحماره مجمعينهم في محميه طبيعيه بيخضعوا لتغذيه خاصه واشراف طبي. بعض الخبراء بيقولوا ان الحمير دي بتشبه سلاله الحمير اللي في مصر اللي كانت كليوباترا بتاخد لبنها وبتستحمى بيها للاستفاده من فوائدها الكتير. وفي نهايه حلقتنا احب اوجه رساله للمسؤولين في صربيا: حل مشكلتكم عندنا، تاخدوا حمير من عندنا تهجنوهم بالحمير اللي عندكم، هنطلع سلاله تقريبا لبنها ليه نفس الخصائص، وبكده تفيدوا وتستفيدوا، ومفيش اكتر من الحمير عندنا.